الجدة بطة والمحاسب الجديد. لا مفيش، بس انت لو ما خدتش بالك هتقع من الشباك على قوالب العلب، وكمان هتطلع منها على الحظيرة بتاعت الخنازير. مش من هنا، مش من هنا. يا لهوي، انا حاولت احذره كتير، هو اللي مش سامع. يا لهوي، تعالي خديني يا ماما. يا لهوي، ده شكلي كده فسحتي في المزرعة بهدلته على الآخر. أنا غسلتلك البدلة يا ابني، هكويها لك وهترجع زي الجديدة. شكرا يا جدة بطة، بس أنا بصراحة كده حاسس إن ظهري مش هيرجع تاني زي الأول. جرب كده الكيكة دي، خد حتة كده، أنا عملتها ببيض وعسل وزبدة من المزرعة عندي، يعني مش أي حاجة. اديني كده دوق يا جدة بطة. دي حلوة قوي. أنا شايف إن الموضوع بدأ يتحسن معايا. أنا مبسوطة عندكم هنا قوي. أنا الأستاذ رشاد، كبير مفتشين الضرايب. حضرت النهاردة عشان أتأكد من إن الأستاذ فتحي بيقوم بشغله على أكمل وجه. أيوة هنجيبهولك، حاضر، ثانية واحدة يا أستاذ، حاضر. يا خبر، ده لو شافني بالمنظر ده هيطردني من الشغل، أنا عارفه ده دماغه ناشفة. بص يا ابني، احنا نتفق اتفاق. انا هظبط لكم الاستاذ رشاد بتاعكم ده، وانت تظبطني في الضرايب. قلت ايه؟ شوف يا أستاذ رشاد، الأستاذ فتحي عمل تفتيش للمزرعة قشاية. تحب نخلي لوز ابننا يعرفك الطريق والحاجات اللي هو راحها؟ طبعا عايز، وبسرعة كمان. أنا مش هقضي اليوم كله عندكم هنا، أنا راجل مهم ورايا مشاغل ومصالح. اللي هيحصل فيه في المزرعة مش خسارة في طيبة قلبه. هو أول حاجة عملها إن هو فتح الغطا بتاع العلبة اللي هناك دي. غبي جدا بصراحة، فتش العلبة الأولى بس اللي على الطرف، ما كلفش خاطره حتى يشوف علبة كمان. أما نشوف فيها إيه العلبة دي. الحقوني نحل. أنا هسيبك دلوقتي يا فندم، بس أنا لازم أروح للجدة بطة عشان هي بتنادي عليا. ساعدوني، حد يلحقني، الحقوني، ساعدوني. ده صوت وقعته من عشة الفراخ. ودي بقى نطحة المعزة. أما ده بقى، ده دور الدور، هيطيره. محتاج أي مساعدة يا باشا؟ ساعدني اوصل للعربية بتاعتي، انا خلاص مش قادر، انا لازم اروح. طيب وتفتيشك يا باشا نسيته. ممتاز، برافو عليك. طبعا، بس بقولك ايه، اللي حصل بينا ده سر، وليك ترقية عندي. ودلوقتي ايه رأيك يا سيادة المفتش؟ انا بصراحة شايف ان احنا ما نغيرش اي حاجة. الزبدة والقشطة والفراخ والعسل حاجات حلوة جدا، وانت عارف الاسعار غالية اليومين دول، فاهم قصدي ها؟ انا مبسوطة قوي بصراحة ان انا بسمع منك الكلام ده. كل يا حبيبي وتغذى كده.